ليش القرصان بيحط عصبة على عينه؟ طيب ليش بيحطوا شنقل بايدهم وبرجلهم عصاية خشب؟ لحظة، وليش كل القراصنة بيحطوا ببغاء على كتفهم؟ وانه ليش القراصنة اسمهم قراصنة وليش عالمهم لونه اسود وعليه جمجمة؟ صاروا كتار وحلوين، خلونا نبلش بسرعة، يلا. أصعب شيء ممكن يعيشه الإنسان هو فقدان حاسة من الحواس أو فقدان جزء منها، طبعاً بعيد عنك يا صديقي الفخم، ولكن يعني تخيل حياتك عم تعيشها بعين وحدة، أنا متأكد إنك رح تكون مزعوج وأنا رح أكون مزعوج، لأنه يا صديقي رح تصير تحضرني بعين وحدة، هلا يمكن حدا هلا يكتب لنا كومنت ويقول لنا طب بلكي كان في حدا عم يحضرك بعين وحدة، خلص بتصير تسمعني شو بعمل، بس شيلك من هالمتابع اللي رح أصدمك فيه إنه في فئة معينة بتحب وبتفضل إنه تعيش بعين وحدة، أوف معقول؟ والله معقول، اسألني ليش؟ لأنه هالفئة من الناس ما بيقدروا يعيشوا إلا إذا ما كان عم يشوفوا بعين وحدة، هيك بس، وبما إني شخص فضولي اكتشفت هذا الشيء أنا وعم تابع سلسلة الأنمي ون بيس وفيلم جاك سبارو، ولكن اللي لاحظته إنه كل القراصنة بيحطوا عصبة على عين وحدة، والأغرب من هذا إنه هن بيقدروا يعيشوا بدونها، يعني هن بالأساس بيشوفوا بالعيون التنتين، وهذا الموضوع اللي خلاني بحبش ودور لحتى أعرف عن ليشات كثيرة بتخص هذا الموضوع، وكانت أولهم إنه ليش القرصان بيحط عصبة على عينه؟ لما كنا صغار كنا نفكر إنه كل القراصنة آكلين شي ضربة على عينه بقلب المعارك وبطلوا يشوفوا في هالعين فحطوا العصبة، بس الموضوع هو بالمكر اللي عند القراصنة، هو كان ونحن بنعرفه ولساته، القصة وما فيها إنه القراصنة بيحبوا يصيدوا بالليل بدون ما حدا يحس عليهم ولا حدا يشوفهم، المهم بفوتوا على السفينة بيقتلوا الناس اللي فيها كلها وبيوصلوا لوين لعند الغرف اللي بيكون فيها الكنوز، وهي الغرف دائما بيكون متخبي فيها أقل شيء 5 أشخاص مشان أي حدا يفوت دغري يقتله، المهم هذا الكنز ما حدا يحصل عليه وتحديدا القراصنة، هون القرصان حربوه، لما بفوت على الغرفة عرفان إنه أول 5 ثواني ما حيشوف فيها، شو بيعمل هون؟ في عنده عصبة مسكر فيها عين، وهي العين متعودة على العتمة، يعني نسبة العصي والمخاريط جواتها نفس نسبة العصي والمخاريط لما تفوت عليها وتكون شايف نظامي، فشو بيعمل؟ بس بيشيل هي العصبة وبحطها على عين ثانية، ولما بيفوت مين ما هجم عليه دغري بيقتله، وهون بيقدر يحصل على الكنز، وهذا الشخص فعلا فينا نقول عنه ذكي، ذكي ولا مو ذكي؟ فعلا ذكي. هلا اكيد شي حدا رح ينط ويقول لي هي فهمناها، بس ليش بيحط شنقل بايده؟ يعني هي الشغله حديديه اللي بيكون هيك شكلها من اشارات الاستفهام تبع ليش بيحطها بايده؟ هات لنشوف. هادي يا ابو الشباب القرصان ايده ما أنا مقطوعه، ما فيها ولا اي شيء، بس شو القصه؟ انه انت بتحب تبهر القصص على كيفك، يعني هو الموضوع من عنا مو من عنده، الزلمه ايده ما فيها شيء، هو بحب يلبس شيء بايده، والسبب هلا رح احكي لك اياه. لا عفوا، هو الموضوع مو لسبب، لسببين، تعال احكي لك اياه. واحد انه لما بيرموا الحبل على السفينه الثانيه فببساطه بيمسك القبضه الحديديه بيتعلق بالحبل وبيشد، وكمان مشان يحمي ايديه من الاحتكاك بالحبل، بالاضافه انه يكون جاهز من قبل لا يوصل على السفينه للقتال. اثنين، القرصان ممكن يشلحوا سلاحه بالمعركه، ومشان ما يخسر المعركه فبيكون شنقله جاهز وبيقاتل وبيقدر يحمي حاله. لهون نحن متفقين مع بعض، بس اذا قلت لك انه ليش القرصان بحط عصايه خشب برجله حتقول لي اكيد في منها سبب، بس رجله هي اكيد ما أنا مقطوعه، صح ولا مو صح؟ اكيد يا عزيزي المتابع غلط. هلا معلش يعني هو كل ما انا قلت لك شغله بدك تصير تقلدني وتجاوب مثلي، تعال خلص تعال صير قدم محلي، يعني شو بيعمل؟ بطلع انا برا الكادر؟ اساسا اجابتك غلط يا عزيزي المتابع، بدك تقلد ابو الحكم قلده صح مو هيك؟ تعال احكي لك شو الاجابه، تعال خلص شيلنا من القصه، الموضوع بس من دون ما تقاطعني ها، انه كانوا القراصنه يتعرضوا لاصابات خلال المعارك، وطبيعي جدا انه تنصاب رجلهم، فبتنقطع الرجل، يعني هلا اذا انقطعت رجله يكبوه على الزباله خلاص ما بقى له شغل الزلمه، ما بيصير، شو بيعمل ببساطه؟ بحط عصايه خشب وبكفي شغله، الزلمه رزقه هون، تخيل بسبب رجل تنقطع، قرصان انا ما بيصير. وهنالك خرافه ايضا تقول، هي شو يعني بالاخر؟ انه لما بيكون في قرصان عم تغرق سفينته ممنوع يتخلى عنها لو شو ما صار، بتغرق وبيغرق معه، اما يهرب ومدري شو هذا مو قرصان صراحه، يعني نحن بنعتبره هيك بعالم القراصنه زلمه تشتوش بدر باب الحاره يعني. ومن الشغلات الغريبه يا صديقي الفخم عن القراصنه انه هالجماعه عندهم نظام، ايه نظام وقراصنه بيجتمعوا مع بعض، ما بعرف بس دبروها هن، واذا عندك مشكله روح استر جوابهم، ما دخلني. القانون تبعهم بيقول انه الشخص اللي ما بيشارك بالمعركه رح يشيلوه ويحطوه وين؟ لا مو اللي ببالك، رح يحطوه بجزيره نائيه ما فيها لا انس ولا جن، وبيضل هيك. وبالنسبة لفكرة انه يحطوا لوح خشب وينط منه الخاين وياكلوا القروش ومدري شو وهيك، هي كلها خرافة اخترعوها الافلام. ومن المميزات عند القراصنة انه ما في تمييز عنصري ابدا، يعني البيض او السود بيقدروا يصيروا قادة سفن وقراصنة كبار، بالاضافة انه القراصنة بيفضلوا وجود نسبة كبيرة من النساء لحتى يساعدوهم بالطبخ وتنظيف الاسلحة والاسعاف للجرحى. هلا مثل ما بنعرف انه القراصنة عندهم اسلحة كثيرة لحتى يهاجموا السفن، بس اهم واول سلاح عندهم هو سلاح الرعب على قولتهم، يعني بيلعبوا على الحرب النفسية.
وهالشي بيكون عن طريق العلم اللي بيرفعوه بسفنهم. هذا العلم لونه اسود وعليه جمجمه بيضاء وعظمتين بيض، وبيسموه جولي روجر، ويعني باللغه اللاتينيه القديمه الفكر الشيطاني. هلا ليش اختاروا هذا العلم؟ برأي القراصنه انه اللون الاسود بيعطي شعور بالموت وبالخطر، بالاضافه انه عليها جمجمه، فهن متاكدين من هي الفكره 100%، واعتمدوا هذا الشعار لإلهم، صاروا ما بيمشوا بالسفينه الا اذا ما معهم هذا العلم. وجود القرد او الببغاء على كتف القرصان هو شيء من المسلمات عند القرصان الشاطر. ليش؟ لانه السبب بيرجع للقرن السادس عشر، واللي هو العصر الذهبي للقراصنه. فبوقتها التجاره الكبيره بتتم بس عبر السفن، وبالنسبه للقراصنه فكان شغال الرزق عقفه مين يشيل. والمعروف بوقتها انه الطبقه الغنيه هي الطبقه اللي بتربي القرود، يعني القرود هن شيء كثير ثمين، ولذلك كان كل ما يفوت شي قرصان على السفينه يسرق كل شيء، واذا لقى قرد يشيله ويحطه على كتفه وياخذه، يعني هيك مجانا، يعني على اساس هلا انت ما بتعرف يعني الحلال من الحرام، من المجاني من المدفوع، كله فايت مع كله، مو عم نمشي. يعني القرصان اللي بيكون على كتفه قرد هو قرصان كثير غني، براء محترف ومن الطبقه المخمليه الرفيعه. وحتى اذا كان في تفاوض كثير ثقيل بين القراصنه، فشو بيستخدموا؟ القرد كرهينه. اما نحن للاسف اذا بدنا نقعد نتفاوض على شي شغله بنحط يا البيت يا السياره رهينه. فرق. اما بالنسبه للببغاء، فالببغاء معروف انه هو حيوان ذكي كتير وسمعه قوي، وبالاضافه انه بيقدر يحكي مثلنا مثله. ولهالسبب تحديدا كانوا يختاروا القراصنه انه يضل معهم، مشان شو؟ مشان اذا سمع شي سفينه من بعيد يروح يخبره للقرصان. القرصان هون بيبعثوا للببغاء على السفينه مشان يشوف له اذا محرزه وفيها شيء منيح، يجي يخبره، وهون الشباب يقرروا يهجموا. وطبعا لو هجموا القراصنه فرح يكون الجندي المجهول الاول هو الببغاء. يعني برايك ليش؟ لانه الببغاء ذو منقار قوي، مهمته الاساسيه انه يروح يهجم على السفينه ويقطع حبالها ويقصها بمنقاره، وهون بيكون عمل اللي عليه وكفى وزاد. صح نسيت خبركم انه القراصنه بيفضلوا الببغاء كثير عن القرد، والسبب انه الببغاء بيسليهم كثير خلال السفر اللي ممكن يمتد لشهور. يعني حلو لهون يا ابو الحكم، حلو لهون. طيب ليش القرصان اسمه قرصان؟ يعني ليش اسمه هيك ما اسمه شيء ثاني، مثل مصور او ساعي بريد او صبيب قهوه مثلا؟ صحيح لا سيره صبيب القهوه، انت بتعرف ليش بيهزوا له الفنجان لصبيب القهوه؟ هذا الشيء انا مجاوب عنه بهي الحلقه اللي عم تطلع فوق، روحوا حضرها وخلينا نكفي. كلمه قرصان هي نفسها كلمه كريري بس معربه عن اللغه اللاتينيه، فماخوذه من اللغه اللاتينيه، ومعناها هي النهب وسطه عبر البحر. اما هلا فبتكون خلصت حلقتنا يا صديقي الفخم. لا تنسى تحط لي لايك، سبسكرايب، كومنت وكل هاي الشغلات، تكتب لي عن ليشات حابب احكي لك عنهم بالحلقات الجاي. والاهم من هذا كله انه اذا بدك تعرف ليش لا تنسى تتابع برنامج ليش. سلام.